السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. نبدأ النهاردة مع بعض يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة فول مدمس بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات كويسة. معانا كيلو فول منقوع 12 ساعة، ومعايا 4 معالق او 5 معالق قمح غلة منقوعة، ومعايا اقل من ربع كيلو فول مدشوش منقوع برضو، ومعايا 5 معالق عدس وطماطمية صغيرة ونص ليمون. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنحط كده الفول مع بعض، الكمية اللي انت عايزاها بتعمليها، بس برضو ما تسحميش القدرة عشان يبقى ياخد سوا كويس. حطيت كده الفول كله. هحط الفول ده كله منقوع، الغلة منقوعة والفول المدشوش منقوع، والفول المدمس برضو بتنقعيه 12 ساعة عشان يبقى سوا كويس على البوتاجاز ويبقى حلو حلو في السوا. هنحط العدس، هنحط القمح منقوع برضو. انت بتحط الكميات كلها قبل ما تحط اي ميه عشان تشوفي مستوى الميه اللي انت هتحطيه قد ايه. ونص الليمونه تعصريها كده عليه، ونص وطماطميه صغيره متقطعه 4 تربع. كده حطينا كل المكونات في القدر اهو. هنحط الميه بقى شويه بشويه كده لحد المستوى ده عشان تديها مسافه ان هي تغلي لحد المستوى اللي صابع عامله عليه ده لحد هنا، وتحطيه على نار عاليه، واول ما يبدا يغلي تهديه خالص، تهدي يعني البوتاجاز خالص عليه. هيغلي 3 غلوات او 4 غلوات وتروحي طافيه عليه وتسيبيه كده لحد في القدره لحد الصبح. هنجيب معلقه وتحركي المكونات اللي جوه عشان تدي مسافه للميه ان هي تنزل تحت. بيبقى جميل وبيبقى احسن من الفول اللي بره كمان. كده حطينا اهو الفول في القدره، وولعت عليه البوتاجاز. النار تبقى كده عاليه عليه بالشكل ده لحد ما يبتدي يغلي. هتغلي غلوتين وهدي النار عليه خالص، على اقل حاجه زي ما بتهديها للرز كده، وتسيبيه يغلي 4 5 غلوات كده، وتسيبيه شويه على النار، وبعدين تطفي عليه وتغطي الغطا كده كويس، تحكمي الغطا عليه كويس كده وتسيبيه لحد الصبح. تقومي بقى تشغلي النار عليه يغلي غلوه كمان، هتلاقيه استوى. هنشوفه بقى بعد ما يخلص. هنا كده بقى الفول خد غلوتين اهو او 3 يعني، لحد ما بيبقى شكله عامل كده. بس في حاجه، عايز شويه ميه، يبقوا ادوله شويه ميه سخنه كده من الكتل. محدش يضيف عليه ميه ساقعه من الحنفيه، لا، لازم هسيبه بقى كده، هغطيه واسيبه لحد الصبح. مش هياخد معاكي غلوتين وهيبقى استوى، بدل ما تفضلي مولعه عليه النار وياخد منك وقت كتير. اهو بالشكل ده هغطي عليه بقى واسيبه لحد الصبح. سخونيه القدره مع سخونيه العين تحت هتظبطه. كده غطيت عليه بالشكل ده، وهنشوفه مع بعض بقى. كده بقى خلص اهو معانا. انا سبته طفيت عليه بالليل وسبته في القدره لحد الصبح، اديته غلوه وبعدين طفيت عليه بقى لونه بالشكل ده. في حاجه واحده بقى انا حطيتها له، معلقتين كبار بابريكا، بتعزز اللون ازاي اهو بالشكل ده. هغرفه معاكم واوريه لكم. وبكده اهو الفول خلص معانا اهو. اللي عايز بقى يحط له طحينه، زيت زيتون او زيت عادي، انت كل واحد وحريته. هكتب لكم بقى المقادير في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده فين؟ جنب العنوان، مثلث صغير كده تدوسوا عليه، بيبقى فيه المقادير كلها في اي فيديو انا بعمله. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى يدخل القناه يعمل سبسكرايب للقناه وشير ولايك ويكتب كومنت. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. الفيديو بتاعنا النهارده سهل وبسيط. هنعمل طريقة الفول المدمس في الحل مش في الدماسة. انا عاملاه قبل كده بمقادير تانية، كان في فول مدشوش وقمح، بس ده بقى بمقادير تانية واحسن من اللي فات كمان. هحط لكم لينك الفيديو اللي فات في صندوق الوصف. اهو شكل الفول معايا، تعالوا نشوف عملناه ازاي. بس اللي دخل الفيديو بقى شير ولايك وسبسكرايب للقناة. ده كده معايا مقادير الفول المدمس. معايا فول غسلاه ونقعاه الكمية اللي انت عايزاها. تنقوه الأول وبعدين تغسلوه وتنقعوه. أنا نقعاه ساعتين عشان يقلل معايا في مدة السوا. ومعايا 2 جزرة مبشورة، 3 معالق عدس، معايا 2 طماطم مبشورة، ومعايا فنجان القهوة ده ملياه رز أبيض. لو مش عايزة تحطي رز تحطي فول مدشوش، ده كده مادة ربط ليها، بخلي الفول جميل زي الزبدة. دي معلقة كركم، ومعايا ربع معلقة سكر، ومعايا كيس صلصة.
الفول ده هنعمله في الحله، مش هنعمله في الدماسه. اللي ما عندوش دماسه في بيته هنعمله في الحله، وهيطلع برضو زي الدماسه بالظبط. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا كده ولعت على الفول. لازم الفول يبقى في نص الحله، يعني تدي الحله براح ان هو يغلي ويعمل براحته ويستوي براحته. هحط الطماطم، وهحط الكركم وربع معلقه السكر، وهحط الجزر المبشور. وهنا الرز غسلته، فنجان الرز غسلته حطيته. وهنا العدس. وده كيس الصلصه. السكر بقى فايدته ايه للفول؟ بيطر كده حبايه الفول ويخلي الفول جميل، احلى من اللي انت بتشتريه من بره. انا بعمله على طول والله يا جماعه للولاد، احلى وانضف من اللي انتوا بتشتروه كمان. هنسيبه بقى لحد ما يغلي، وبعدين تهدي عليه النار خالص. يعني تسيبيه على نار عاليه لحد ما يغلي معاكي، وبعدين نهدي عليه النار. بس اهم حاجه الاول اقلب المقادير كده في بعضيها. الكركم والطماطم بيعززوا اللون. انا عملته لكم قبل كده وحطيت عليه الفول المدشوش والقمح اللي هو الغله في الدماسه قبل كده. في الفيديوهات، ادخلوا في الفيديو في القناه. عملته في الدماسه قبل كده بالطريقه التانية اللي الناس بتعملها. بس اقول لكم الحقيقه يا جماعه، الطريقه دي احسن. بيبقى الفول عامل زي الزبده، احلى ما بتشتريه كمان. هيغلي بقى، وبعدين نهدي النار عليه جامد. كده الفول بدأ يغلي اهو بالشكل ده. غلى اهو معايا. ههدي عليه بقى النار جامد لحد لما يستوي. وكل شويه بتكشفوا الغطا بتختبروه كده لو عايز شويه ميه ولا حاجه. اهو اللون بتاعه حلو ازاي. كده اللي هو الفول كنت بشوفه لونه حلو ازاي. والرز مش باين ولا العدس. انت حطيت معلقتين رز، فنجان القهوه اللي انا وريته لكم. اهي المكونات كلها بتدوب، بيبقى زي الزبده. هسيبه بقى لحد ما يستوي. هسيبه على البوتاجاز لحد الصبح قبل ما اكيسه، وهوريه لكم برده. كده الفول اهو خلص معانا بالشكل ده. شايفين لونه جميل ازاي. هغرف طبق منه بقى واكيس الباقي احطه في الفريزر وهوريه لكم. ده كده انا بيته على البوتاجاز من امبارح بالليل. طفيت عليه متاخر ورحت سايباه في الحله لحد الصبح. اهو اللون بتاعه حلو ازاي، احلى من اللي بتشتري من بره. والرز ولا باين. بصوا اهي زي الزبده بالظبط. خلصت كده الفول معاكم اهو، غرفته كيست الكميه كلها عشان احطها في الفريزر. واهو شكل طبق الفول معاكم، لونه جميل وحلو اهي. وحبايه الفول هوريها لكم اهي. الفول مستوي وجميل. والنقع كمان لما تنقعوه ساعتين ما بياخدش معاكم سوا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ندخل القناه يعمل سبسكرايب للقناه ويشجع القناه عشان تكبر بيكم. مع السلامه.